ماري جين واتسون، محرر مساعد. بدء الملاحظات البحثية. مصادري بتقول إن الماجيا بيجهزوا نفسهم علشان يرجعوا. عائلات الجريمة القديمة لسه ما انتهتش، وبعد ما فيسك اتسجن ابتدوا يسدوا الفراغ. بس الزعماء القدام اشتغلوا في انسجام لسنين طويلة، ودلوقتي في مكان فاضي وأكيد هيتخانقوا عليه. هي مسألة وقت لغاية ما واحدة من العائلات تتحرك ضد التانيين. من الأفضل إني أتابع مع مصادري في الشرطة. أتمنى نقدر نوقف موجة الجريمة دي قبل ما تبتدي. يا بي، أنا شغالة على قصة ممكن تثير اهتمامك. قصة أوسكور؟ واحدة جديدة بخصوص عائلات الماجيا الإجرامية. العصابات؟ كنت فاكر موضوعهم انتهى خلاص في المرتين. كانوا متخبطين، لكن مع اختفاء فيسك والشياطين لاكوستا نوسترا بيحضر لعودة. بحب لما تتكلمي كده. على مهلك يا بطل. انت عارف ان المسؤولين هاجموا الماجيا من شهر؟ أكيد. واحد من الزعماء راحت منه لوحة فنية اسمها زماريا، ودلوقتي اللوحة في متحف الفن المعاصر في مانهاتن. وبعدين؟ وعندي مصدر بيقول ان واحدة من العائلات ناوية تسرق اللوحة الليلة. واضح إن الموضوع أكبر من مجرد تقدير للفن. هبقى أعدي على المتحف. ام جي، واضح إن المصدر بتاعك كان كلامه مظبوط. في جيش بلطجية صغير بيحاول يقتحم المتحف. خليكي عندك وأنا هبص عن قرب. خلي بالك، الناس دول لو فعلا من الماجيا مش هيهمهم حاجة. بسرعة يلا، الزعيم عاوز اللوحة. كان المفروض نكون خلصنا. عاوز تجرب؟ اتفضل. مش معقول، في ناس ممكن يعملوا أي حاجة عشان ما يدفعوش تمن تذكرة الدخول. سعيدة. دلوقتي جه وقت توضيح الفن الرفيع لإخضاع المجرمين. لا ولا حاجة جنب اللي الزعيم هيعملوا فيه. الزعيم عايز رأس. فوقكم يا أغبياء. أنا عارف شوية من الناس دي. ده فريدريكو فريزيلي وسال باتريلو. الناس دول من عيلة هامر هيد الإجرامية صح؟ هيعوزوا الدمارية ليه؟ ما كنتش أعرف إنه بيهتم بالحاجات دي. أنا هبص في المكان، هتأكد إن محدش دخل من حتة تانية. هقولك لو لقيت أي حاجة. الباب الأمامي لسه مقفول كويس، أحسن لا أتأكد من باقي المداخل. لحظة، هو إيه ده؟ لا، محدش دخل من هنا. هي ايه ده؟ ام جي، في حد عمل فتحة في السقف. هروح اشوف. في الوقت اللي كان عصابة هامر هيد بيحاولوا فيه يدخلوا من الباب الأمامي، في حد قدر يدخل من السطح؟ واضح كده. مفيش اثر لاي حد على الاطلاق. مش المفروض يكون في حراس هنا بالليل؟ أيوة، ممكن يتحققوا من كشك الأمن القريب من المدخل. لازم يكون في هناك كاميرات برضو، هيشوفوا المقتحم. كشك الامن متأمن. عايز بصمة ايد عشان ادخل. الدليل على اللي حصل للحراس جوه. مفيش طريقة نفتح القفل؟ لازم الحارس يساعدنا. في الحقيقة ليهم بصمة. لو ما لقيتش الحراس ممكن ترفع البصمات من على الحاجات اللي لمسوها. ايوه، فكرة كويسة. مستعدة للمساعدة بأي وقت. لقيت بصمة. جزء من واحدة على الأقل. تقريبا هحتاج أكتر من كده. غريبة، ده كأن الحراس اختفوا تماما. أكيد في بصمة هنا في مكان ما. كمان واحدة، تحفة. الحراس المتدربين كويس مش هيسيبوا حاجاتهم كده أبدا، إلا إذا ما مشيوش بمزاجهم. متهيألي أنا مش غني كفاية عشان تعجبني الحاجات دي.
يا ترى في بصمة هنا ولا لأ؟ تمام، متهيألي معايا بصمات جزئية تكفي تعمل بصمة كاملة. دخلت. تمام. انت شايف ايه؟ هم عايشين، واضح انهم كانوا متخدرين، مفيش علامات صراع. ده مش اسلوب هامر هيد خالص. لو مش هامر هيد امال مين؟ عندك فيديو الكاميرا؟ استنى اشوف. كده في حد طفى كاميرا 5. بس دي حاجة مريبة. لما نشغلها اكيد هنعرف مش عايزيننا نشوف ايه. متوجهة ناحية لوحة في المعرض. دي اكيد ذا ماريا. ومحدش سرقها لسه. لازم اشوف الموضوع ده عن قرب، افهم ايه المميز في اللوحة دي. ماريا مثال ممتاز للانطباعية الريفية الحديثة. ملحمة سرقتها المتكررة واستعادتها مثيرة للاهتمام زي اللوحة نفسها. بالنسبة لي مجرد لوحة عادية. حقيقي في حاجات كتير تانية اغلى في المتحف ده. يبقى ليه ماجيا مهتمين كده باللوحة دي؟ استني يا ام جي، في حد جاي. خلوا بالكم، سبايدر مان يمكن يكون هنا. لا بقى، مقفول عليه ازاز ضد الكسر. هاي قولوا لفرانك محتاجين المسدسات الكبيرة. ام جي، رجالة هامر هيد طلبوا تعزيزات بس لسه ما شافونيش. كويس، حاول تخلي الموقف كده. مفيش راحة دلوقتي. شايف سبايدر مان؟ كان ايه؟ وقتك. لحظة. البوليس هيوصل في اي لحظة. ده كلام فارغ. خد اللي تقدر عليه واجري. دلوقتي بيسرقوا باقي الأعمال الفنية، لازم أوقفهم قبل ما يهربوا. المرة الجاية أسرق محل الهدايا. يحصل. هو على الأرض. يا أسرية. انا قربت اوصل
نوصل للمخرج. زبيه، ايه رايك في جايزه تعويضيه؟ هبعت لك صوره للقطعه الفنيه دي لزنزانتك. هبيع دي على الانترنت اول ما اوصل اشغلوه، انا قربت ما تزعلش، يمكن عندهم حصص فن في السجن. لازم اوصل للمخرج وامنعه في سكته. ذوقك الفني حلو بس اختياراتك وحشة. بطيء قوي. سامعني يا بيتر؟ انت كويس؟ ايوه، متهيألي قبضت عليهم كلهم، بس في اعمال فنية كتير لازم ترجع. وايه اخبار زماريا؟ كل ده ممكن يكون تمويه. هو ده اللي فكرت فيه. انا هرجع، ويا ريت الازاز يكون سميك كفاية عشان يحمي اللوحة. حيطة الأمان سليمة وضد الرصاص. محدش هيقرب من ماريا تاني. يعني المهمة نجحت؟ أنا بتمنى كده. صواريخ؟ مين اللي هيجيب صواريخ في المتحف؟ لسه ما قابلتش هامرهاد؟ لسه جاي لك جديد يا أمور. سعيد بيبعت لك السلام. عايز شويه من ده؟ هي راحت فين؟ بيتر كل حاجة تمام؟ آسف يا MJ، أنا قابلت صديقة قديمة. مين؟ مشاكل. يبقى بلاك كات هي اللي دخلت من السقف. هي كانت شغالة مع رجالة هامر هاد. أيوة، تقريبا كانت بتراقبني طول الوقت اللي كنت فيه هناك. قولي بس إنك ما سبتهاش تخرج مع زماريا. ما حصلش. حلو. كسرتها وسرقت قرص بيانات كان مستخبي في البرواز. آسف. في رأيك كان في إيه في القرص ده؟ سؤال كويس. أنا هحاول أوصل لمعلومات. وأظن هحاول أمشي ورا أثر القطة. زي ما سمعتوا، سبايدر مان قدر يمنع زعيم رجالة هامر هيد من سرقة متحف الفن المعاصر. لحسن الحظ مش كده؟ بالعكس، هما تقريبا دمروا المكان وكل حاجة فيه. دول كانوا بيقذفوا صواريخ جوه. واللي انا مش بفترضها هي دي مشكلة سبايدر مان، انه بيحول الموقف لكارثة كبيرة. ايه الفايدة من انك تنقذ الفن من انه يتسرق عشان يتفجر؟ ودلوقتي انا مدرك انها مصطنعة وفن معاصر كئيب، وكأن علب دهان وحبر اترشت وكأنها اترشت على ايد فيل مصري.
شكله انفجار عربية. يا ترى مين الأسرة اللي عملت كده؟ عامر هات تاني؟ يمكن جايز يكون في تاني قريب من هنا. الافضل اطلب فريق المفرقعات. قنابل تحت حاجات، لازم نركز في التفاصيل. يلا نلاقي القنابل التانية. عطلتها، لازم الاقي التانيين. لازم ادور على الانوار اللي مش ثابته في القنابل. القنبله دي اتعطلت، انا لازم الاقي الباقي. العب، محتاج ارجع ناحيه القنابل. العناكب الآلية هتبقى زي الأنوار اللي مش ثابتة. عطلتها، فاضل واحدة. لازم أسرع، الوقت بيجري. دي آخر واحدة. أهلاً. سبايدر مان، أنا المحقق ماكي. جبت رقمك من صديق ليا في القوات. أنا واثق إني عارف مين الصديق. أخدمك إزاي يا سيادة المحقق؟ الأحسن نتقابل. ممكن تعدي على حي جرينتش لما يكون عندك وقت. سمعت إنك بتحب الاجتماعات فوق الأسطح. أكيد، أشوفك كمان شوية. الموضوع ده هيخليني مشغول لحد ما أعرف أخبار من MJ. سرقة المتحف كان جنون. ده مش أسلوب بلاك كات إنها تشتغل مع ناس زي هامر هاد. أتمنى إن MJ تقدر تعرف قصة قرص البيانات. المحقق ماكي مش كده؟ شكرا انك جيت. انا عاوز اتكلم معاك بخصوص البلاك كات. أمتنع عن الكلام. مش القطة الجديدة، القديمة اللي من 20 سنة. انا اشتغلت في القضية. بلاك كات متقلدة؟ طب إيه اللي حصل للأصلية؟ هو مات في السجن، بس ما قدرناش نلاقي كل اللوحات اللي سرقها. انا لقيت دليل جديد، بس الاسم مش راضي يضيع مصادره على قضية قديمة. تضييع المصادر ده تخصصي. عظيم، روح المكان ده وهقول لك المعلومات في الطريق. أنا مقدر مساعدتك. أنا هتقاعد قريب، والقضية دي هي أكبر قضية نهايتها مفتوحة. وأنا رجعت للملفات كمحاولة أخيرة. هو القط كان بيحب يسرق اللوحات الفنية، بس قبل ما يتمسك ضرب إنذار الحريق في المصنع. إنذارات حريق؟ ده عشوائي. مش بالظبط، هو سرق الأمريسيوم 241 اللي جواهم. احنا فكرنا انه كان عنده مشتري للنظائر المشعة، بس كنت بتفرج على فيلم قبل كده وشفت حاجة ادتني فكرة. يحصل ايه لو انه لزق اللوحات اللي سرقها بالنظائر علشان تساعده في انه يلاقيهم اول ما يخرج؟ كنت بتتفرج على فيلم ايه؟ استنى، ما تقولش هتحرق الفيلم. علشان كده فكرت لو تتبعنا النظائر ممكن نلاقي اللوحات المسروقة. انا عندي وميض في بدلتي هيقوم بالمطلوب. هكلمك لو لقيت اي حاجة. شكرا يا سبايدر مان. لو قدرت اخلص القضية دي هتقاعد وانا مرتاح. اظن اني قربت لواحدة من اللوحات المسروقة، بس انا مش واصل لي اي كهرباء. يمكن تكون مزيفة. مستودع لتخزين الفن. سيادة المحقق، لقيت لوحة مسروقة كانت مخفية في صندوق طاقة مزيف. ايوه، انا كنت عارف. سيبها هناك، هبعت حد يجيبها، وفي الوقت المناسب هبعت لك اماكن تانية هاردي كان بيروحها. طب كويس. ثانية، انت قلت هاردي؟ ايوه، اسم القط الاصلي كان والتر هاردي. انا هجيب ملفاته وهقول لك تفاصيل اكتر المرة الجاية لما نتكلم.
والتر هاردي البلاك كات الأصلي، فيليشيا هاردي البلاك كات اللي أنا عارفها. واضح كده إن ده شغل عائلي. بيتر، جهاز مراقبة ترددات الشرطة بيقول إن في ضرب نار قرب هاتسون ونورث مور. مش المنطقة دي تحت سيطرة الماجيا؟ أيوة، أيا كان اللي سرقته بلاك كات هيتسبب في بدء حرب عصابات. تمام، أنا هروح أشوف اللي بيحصل. في أي أخبار تانية بخصوص سرقة المتحف؟ ده اللي أعرفه. محدش كان عارف كان في إيه في القرص اللي كان في لوحة زماريا، بس الأخبار بتقول إن القرص ده مع هامر هاد وعائلات الماجيا مرعوبة. أكيد حاجة قيمة عشان تخلي حرامي فني يتجاهل الأعمال الفنية. يا ترى ليه هي شغالة لحساب هامر هاد؟ هي غالبا بتشتغل لوحدها. مين عارف؟ أنا بطلت أحاول أفهم فيليشيا من زمان قوي. فيليشيا، ها؟ واضح إنكم بقيتوا تعرفوا بعض كويس. يعني قصدي تقريبا يمكن؟ تمام، خلينا نعرف بعض كل حاجة، ماشي؟ انتباه للوحدات، شاهد بلغ عن سطو والمشتبه فيهم مسلحين. يرجى الاستجابة في يونيون سكوير. سيادة المحافظ، أنا لقيت لوحة تانية مسروقة. هايل، احنا نقدر ننهي ملفات كتير قبل ما نخلص. وهاردي مات إزاي؟ محاولة هروب من رايكر، مات وهو بيحاول يوصل للشط. بس دلوقتي احنا نقدر نرجع اللي سرقه، ومين عارف يمكن ده يساعدك تمسك البلاكات الجديدة. بالظبط، وده طبعا هدفي. لازم أمشي، سلام. انتوا محتاجين تحسنوا التنظيم في الجريمة المنظمة.